طارق سكتيوي إذن مدرب المنتخب المغربي، 3 أهداف مقابل هدف، يعني المنتخب المغربي قام بالمطلوب، كان واقعي من خلال هذه المباراة وحقق المطلوب لحساب هذه المجموعة الثانية. بداية كابتن طارق، نتحدث عن هذا اللقاء. ربما تابعنا بالأمس بعض المفاجآت، تونس أمام سوريا، منتخب قطر أمام المنتخب الفلسطيني. أعتقد أن المنتخب المغربي كان واقعي من خلال هذه المباراة، تقريبا أنهى المباراة من شوطها الأول. أولا سعيد بهذه النتيجة اللي بكل صراحة ما كانت سهلة. انتم تحدثتوا على المقابلات ديال البارح، وكنظن على أن النتائج ديالهم تيبينوا الصعوبة ديال هذه المنافسة هذه. ما بقاش منتخب صغير، منتخب كبير في منافسات بحال هذه. كيخص بغيتي تنتصر ب3 نقاط كيخصك تكون جاهز لهم. كنظن على ان المقابله دخلوها اللاعبين بواحد الجديه كبيره، كيف ما ذكرتوا كانت واقعيه، تمكنا من تسجيل 3 أهداف. من بعد في الشوط الثاني كنظن على انه لو سيناريو ديال الماتش جعل ان الفريق الخصم يلعب ب4 مدافعين وجوج ديال وسط الميدان و4 مهاجمين، فبحال دار كل شيء باش يرجع في المقابله. بالمقابل حنا كنظن على ان كنا ذكيين في التعامل مع مجريات الشوط الثاني، لان لو سيناريو فرض علينا انه نحاولوا ما يتسجلش علينا ونحاولوا ناخذوهم في لي كونتر، الشيء اللي تسنى. كنظن اننا كان ضرب جزاء يعني 100%. كذلك كان بامكاننا نسجلوا 3 أهداف اخرى عن طريق مرتدات، لكن يعني كتبقى 3-1، 3 نقاط في اول مقابله. انتم كتعرفوا الاهميه ديال اول مقابله في هذه المناسبات هذه. كان لان سعيد بهذا 3 نقاط. المشوار مازال شاق ومازال صعب. كنشكر اللاعبين على المجهودات ديالهم، على الروح ديالهم، ونتمنى من الله ربي يوفقنا في قادم المقابلات. كابتن طارق، قراءتك للمنتخب، منتخب جزر القمر، كان أكثر شراسة في الشوط الثاني، يعني من خلال أولى مشاركات هذا المنتخب، كيف تقيم هذا المنتخب، منتخب جزر القمر؟ شوف، أنا شفتهم في المقابلة ضد اليمن، فريق اللي كيلعب كرة جيدة. يعني لا خليتيه يلعب كرة غادي يدير لك بزاف ديال الصعوبات. عندهم لاعبين سرع على الاطراف بكل صراحه، لا اللاعب لاعب 12 رقم 12 ولا اللاعب رقم 7، مع عندهم من ترانزيسيون اللي كدار ديال اللاعب رقم 21. كذلك في الكولوار دروا عندهم لاعبين اللي عندهم امكانيات من الخلف باش يعطيو دي رونفيرسمون، يعني كور على الجانب، يعني المسافات بعيده واللي كيمكن لها دير خطوره ولا دير ان ديزيكيليبر، واحد عدم توازن ديال الفريق الخصم. يعني واحد الفريق اللي شفتو اللي كان متحكم حتى في المقابله اللي فاتت، رغم الاهداف اللي تلقى. كنظن على انه ما كانش من السهل اننا نلعبوا مع فريق بهذه الطريقه هذه وبهذا الحجم هذا. وكان سهلنا بالمقابله، كان يمكننا يوقع لنا ما وقع لتونس والقطر، مع احترامي للفرق الاخرى. كنظن على انه كما ذكرت من قبل ما بقاش منتخب سهل ومنتخب صعب. اللي كيدير الفريق هو على ارض الملعب، هو اللي كيدير الفريق. تعودنا بالصراحه كابتن طارق، وكنت معك في انطلاق المباراه، تاخر قائمة وتشكيل المنتخبين حقيقة، تأخر المنتخب. ماذا جرى قبل المباراة؟ لماذا تأخر المنتخب المغربي بكل أمانة كابتن طارق؟ يعني تعذبنا، شفتك على أعصابك بكل أمانة، شفتك على أعصابك. تعذبنا كثير. نقدر نقول لك هو أننا ما دخلنا فقط يعني بضع دقائق قبل التسخينات، حتى لو سبيتش ما قدرناش أننا نديروه. لكن قدر الله ما شاء فعل. مدى صحة بعض التصاريح التي لم تجهز؟ خبر صحيح أم خاطئ؟ بعض التصاريح للاعبين أو للاعب لم تكن جاهزة قبل المباراة. يعني خليني ما نخوضش في هذه الأشياء، فقط نقول لك بأن كان التحضيرات ديالنا قبل المقابلة كانت، ولهذا كنشكر اللاعبين، كنشكرهم على لا مونطاليتي ديالهم اللي قويه بزاف. كاين اللي نقول لك باننا يمكننا بقينا تقريبا ساعه و5 دقائق وحنا جالسين في الباص قبل الانطلاق، لكن قدر الله ما شاء فعل. تحرمنا كذلك من واحد اللاعب اللي كان تيتولير وحتى لاخر لحظه عاد حيدناه، فالحمد لله على 3 نقط. شكرا جزيلا كابتن طارق سكتيوي، مدرب المنتخب المغربي. مباشرة من استاد الخليفة الدولي، سفيان بوفتيني صاحب الهدف الأول. أعتقد سفيان أنه بداية ممتازة للمنتخب المغربي من خلال هذه المجموعة الثانية، 3 أهداف. إذن بارتياح جارة تقريبا هذه المباراة، بالرغم ربما من بعض الضغط من منتخب جزر القمر في الشوط الثاني.
أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، هنيئا لنا بهذا الفوز، وهنيئا للجماهير المغربية. وكنبغي من هذا المنبر نشكر الجماهير اللي حضروا اليوم وشجعونا طيلة المباراة. أكيد الفوز اليوم مستحق بالنتيجة والأداء. على ما أظن صراحة في الشوط الثاني ما كناش مركزين كيف الشوط الأول، لكن ما عنديش شك بأن الطاقم التقني بقيادة السي طارق راح يشوفوا هاي الجزئيات هذه البسيطة بالنسبة لي أنا، يعني السلبية، ويشتغلوا على الجزئيات الإيجابية. أكيد فوز لا يعطينا دافع معنوي في المباريات الجاية. هنيئا لنا أجمعين، والحمد لله والشكر لله على هذا الفوز. وحاليا لازم ناخذ يعني الجاهزية البدنية. تعرف بعد يومين عندنا مقابلة مهمة ضد عمان، هارد لك الفريق جزر القمر اللي ظهروا بشكل قوي، عندهم لاعبين جيدين، لاعبين اللي كيحاولوا انهم يلعبوا في الدار تاعنا. كنبغي نشكر اللاعبين والزملاء ديالي اللي ما بخلوش اليوم وقدموا مباراة كبيرة. سفيان، بهذا التشكيل بعد ربع نهائي امام المنتخب الجزائري في النسخة الماضية، اين يستطيع الذهاب المنتخب المغربي حقيقة؟ شوف، خليني نكون معك صريح، انا من اللاعبين اللي كانوا حاضرين في النسخة اللي طافت تاع 2021. كانت حسرة علينا لما خسرنا ضربات ترجيح، بركلة الترجيح. كانت مباراة قوية الحمد لله، مرت عليها على ما أظن 4 أو 5 سنوات. حاليا نحن في نسخة أخرى، نسخة 2025. خليني نكون معك صريح، الحين باقي 5 مباريات لين النهائي، يعني جايين على أساس أننا نحقق اللقب ونفرح جماهيرنا، بحكم أنه مؤخرا المنتخب الوطني بتاعنا بجميع الفئات تاعو والفريق الأول اللي قدم مستوى كبير هنا في 2022 في كأس العالم. أكيد نحن جايين مع الطاقم التقني والطاقم الطبي وكل شيء جاهز على أساس أننا نأخذ هذا اللقب هذا، ولكن بتواضع وبالشغل وبالصبر، وان شاء الله خير باذن الله تعالى. حبيبي جزاك الله خير. بالتوفيق سفيان. اذا سفيان بوفتيني صاحب الهدف الاول في هذه المباراه مباشره. فرحه الجماهير المنتخب المغربي بعد انتصاره على جزر القمر. نستمر مع اخواننا كشخه مكشوخه لا تروح. الف مبروك، مبروك الفوز. الله يبارك فيك خويا. اولا مساء الخير متتبعي قناه الكاس الرياضيه، كنشكروا دوره قطر على هذا التنظيم الرائع، ومن هنا تحيه خاصه الى مجلس الحمدان الخور، اكيد كيتابعونا من هذا المنبر. وش نقول لك، احنا فرحانين بزاف بهذا الفوز هذا، يعني كبدايه يعني كانت بدايه يعني مشرفه للمنتخب المغربي، وكنتمنوا ان شاء الله يعني واصل بنفس هذا التالق وبنفس هذا ان شاء الله لين النهائي ان شاء الله. ونضرب لكم موعد في المباراه القادمه ان شاء الله مع منتخب عمان، ان شاء الله نكون قدها ان شاء الله، والفوز ان شاء الله يكون للمنتخب المغربي في المقابله القادمه، ولما لا التتويج بهذه البطوله العربيه. ونشكر كذلك قطر يعني صراحه على التنظيم هذا يعني عالي المستوى، يعني توفير الراحه يعني للجمهور العربي، سواء الدخول للملعب او الخروج. الحمد لله كانت الامور يعني سلسه، يعني صراحه يعني ما عانينا من اي مشاكل ان شاء الله. هذه أورك ساعات وسعادة. شكرا، مبروك مره ثانيه. مرحبا وسهلا. اهلا وسهلا. مرحبا، الله يبارك فيك. مبروك. الحمد لله كان هذا انتصار رائع وكنا نتمناه، وباقي مزيد من الانتصارات ان شاء الله. اولا نشكر قطر على التنظيم الرائع، ودائما قطر تفاجئنا بحسن التنظيم، ونتذكر 2022 ونتذكر كاس العالم 2021. اليوم قطر أصبحت مدينة بلد عالمي، بلد عالمي في المهرجانات في كل المجالات. المهم نشكر قطر ونشكر شيخ تميم ونشكر الشعب القطري ونحييهم بالورود، وتحية من قطر إلى الأمة العربية من المحيط إلى الخليج. شعارنا نحن المغاربة الله الوطن الملك، عاش الملك وعاشت قطر وعاشت الأمة العربية جمعاء. نحب المغرب، نحب قطر ونحب المغرب ونحب كل الشعوب العربية. فشكرا لكم وتحية من قطر الشقيقة إلى جميع الشعوب العربية. شكرا لكم. كلمة أنا خليتك تنتظر. نعم. شكرا. المباراة كانت رائعة، كانت جيدة.
الفريق المنتخب جزر القمر فريق منظم، تقنيات عاليه، مباراه مش كانت سهله. الفريق المنتخب الوطني ضغط في المباراه في الشوط الاول، سجل 3 اهداف اللي خلى المباراه شويه تنزل الايقاع ديالها. جا الهدف ضد المجرى اللاعب، سجل المدافع ضد المرمى ديالو، ومن بعد سيرنا المباراه بعد التغييرات. الحمد لله عندنا فريق اللي جاي ينافس على اللقب، مش قصد المشاركه، ونضرب ان شاء الله ميعاد ان شاء الله مباراه مقبله ان شاء الله، وتنظيم رائع ما شاء الله. مبروك الف مبروك. يواجه المنتخب الوطني المغربي ناظره منتخب جزر القمر، وذلك برسم المباراة الافتتاحية عن المجموعة الثانية لمنافسة كأس العرب التي تحتضنها دولة قطر. وفي هذا الفيديو سنوافيكم بالموعد والتوقيت والقنوات الناقلة لهذه المقابلة. إذن سيواجه المنتخب المغربي ناظره منتخب جزر القمر، وذلك اليوم الثلاثاء انطلاقا من الساعة 1 زوالا بالتوقيت المغربي، الساعة 4 بتوقيت مكة المكرمة. ويمكنكم متابعتها عبر قناة بين سبورتس 2 وكذلك عبر قناة الكأس بالإضافة لقنوات أبو ظبي الرياضية. وسيسعى المنتخب الوطني المغربي للبداية بقوة في مشواره، حيث يعتبر المنتخب المغربي من أبرز المرشحين للتتويج باللقب العربي. وستسعى كتيبة المدرب طارق السكتيوي لتجنب أي مفاجأة وتحقيق الانتصار في الجولة الأولى، وضمان أول 3 نقاط قبل مواجهة المنتخب العماني والمنتخب السعودي في الجولتين الثانية والثالثة. وستعرف تشكيلة الأسود غيابات كثيرة، ولعل أبرزها الملتحقين في الساعات القليلة الماضية، وليد الكرتي وكذلك أشرف بن شرقي، والذي تحوم الشكوك حول مشاركته في المنافسات بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الجيش الملكي والأهلي المصري.